بيعتقد ان هو من الفرق الكبيره وفرق تشامبيونز ليج، وعنده بيبني لسنين جايه حلوه، فنجم الفريق عايز يخرج نفسه من المشروع ده. فمحبطه شويه، محبطه كتير للمعسكر، ومحبطه لخطط المدرب وخطط الاداره. وعشان يعوضوا لعيب زي ايزاك هيعوضوه ازاي؟ وبعدين يشغل الفتره التحضيريه بتاعتهم بان هم بدل ما بيستعدوا للموسم الجديد بالسكواد بتاعهم، لا دول عمالين وقت كتير ضايع وغروشة. مين هيجي مكان ايزاك؟ طب نتفاوض مع مين؟ ويقعدوا يتفقوا مع ده ويتفقوا مع ده. وبرضه اللعيبة التانية اللي حابة ان هي تبقى بتلعب في فريق قوي وبينافس يبقوا محبطين ان ايزاك هيمشي. طب هيمشي ليه؟ يمكن لو ايزاك مشي من الفريق اجيب جوردون عندي في التشكيلة، لو هما ما اشتروش مهاجم مثلا، هو هياخد ضربات الجزاء وهيلعب مهاجم، هتبقى حسابات شبه كده. انما في الاخر مش عايز ابتدي الموسم بيهم لحد اما اشوف الامور عندهم هتستقر ازاي.